في ضد الحكومه بقى كان النضج والشخصيه، واللي هي شبه كتير من السيدات المصريه لما بتاخد مسؤوليه ابنها لوحدها. وهنا ده كان كاركتر تاني خالص في ضد الحكومه دي، مع بقى الزميل والصديق احمد زكي. ده كان الفيلم الوحيد اللي جمعكم اعتقد مع احمد لا، زكي. انا عملت معاه اول حاجه هو عملها، اه. وكنت انا اللي اصريت على انه هو يعمل الدور ده في بستان الشوك. كان اه. مسلسل للتلفزيون، كان لسه جديد خالص، كانش حد يعرفه. ده كان في التلفزيون بقى كان في اه. التلفزيون. في الحقيقه لما اتعرف بقى احمد زكي كان يطلبني في افلام كتير قوي معاه، ويكون على الحظ. يا انا مسافره عجمان بصور، يا اما مسافره دبي بصور، يا اما مسافره امريكا عند اخويا الله يرحمه بتفسح. فكان دايما ما بتظبطش زي ما بيقولوا. سبحان الله، فما سبحان الله. ظبطتش غير في ضد الحكومه. ولما جه حتى كلمني، وكلمني الاستاذ عاطف الطيب، الف رحمه ونور عليهم الاثنين، فقال لي في دورين، امم. اختاري الدور اللي ما انا يعجبك. كنت هقول لك العادي ممكن نلاقي بالشخصيه دي كنت تبقي المحاميه او زوجته، يعني تختاري بين لا، ما انا الاثنين بين سالت نارين. احمد زكي قلت له بامانه كده يا احمد، وعشان خاطري ولو بتعزني بقى، انه دور احلى؟ قال لي عايزه الحقيقه؟ قلت له اه. قال لي اعملي دور فاطمه. اه. قلت له اشمعنى؟ قال لي الدور ده مؤثر اكتر. امم. قلت له طب والدور المحاميه؟ قال لي هو حلو وجميل، الاثنين ادوار حلو، بس دورك احسن.